أهلا بيكم مستمعينا في قناتكم حكايات بيبة. حكايتنا النهاردة عن بنوتة اسمها ندى. وقبل ما نبدأ في الحكاية ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا جديدنا أول بأول. أنا اسمي ريهام وده اسم الشهرة، والاسم الحقيقي ندى. عندي 33 سنة، متوسطة الجمال، من أسرة على قد حالها. ماما وبابا مش متعلمين، أنا بنتهم الوحيدة. جابوني بعد ما فقدوا الأمل إنهم ممكن يخلفوا، وطول الوقت كانوا بيتمنوا يشوفوني إنسانة ناجحة ومتفوقة في تعليمي. بابا راجل غلبان قوي، وأمي ست طيبة وطول الوقت في حالهم، وأنا بالنسبة لهم دنيتهم كلها. اتعلمت وكان كل همي أحقق لهم حلمهم، وركزت في دراستي وكنت فعلا من متفوق، وخلصت جامعة واتخرجت، وكانت فرحة أمي وأبويا ملهاش وصف. حبيت بعد كده أشتغل بشهادتي وتوفقت ولقيت وظيفة مناسبة، والحمد لله حسنت من حالتي الاجتماعية وبدأت أساعد أهلي كمان. ونسيت في كل ده نفسي، ولقيتني بحتفل بعيد ميلادي 33. وهنا وقفت مع نفسي شوية، ليه محدش بيتقدم لي؟ ليه أنا ما اتجوزتش؟ أغلب بنات العيلة وصحابي اتجوزوا وخلفوا كمان. قررت أهتم بنفسي وبدأت أدعي ربنا بزوج يتقي الله فيا. وفي يوم كنت راجعة من شغلي لقيت موبايلي بيرن. كانت شيماء صاحبتي بتعزمني على عيد ميلاد ابنها. اتفقت معاها إني هاجي عيد الميلاد، ورحت فعلا. وقابلت هناك أحمد قريب شيماء. من أول ما عيني جت عليه وأنا حسيت بشعور جميل، واتمنيت من جوايا يكون ده الراجل اللي بدعي ربنا يرزقني بيه. وبعد شوية وقبل ما يخلص عيد الميلاد لقيت أحمد جه وقعد جنبي، وأنا بقى ضربات قلبي كانت مسموعة ومتوترة جدا. لقيته بيقول لي أنا سألت شيماء عليكي وعرفت إنك مش مرتبطة، وبيحلف إنه أول مرة يتشد البنت ويفكر يرتبط بيها. أنا بقى ارتبكت جدا واستأذنت ومشيت. وفي اليوم ده كنت طايرة من الفرحة، وروحت البيت حكيت لأمي وفرحت قوي وقعدت تدعيلي. وبعد كام يوم لقيت شيماء بتكلمني وبتقولي أحمد عايز يجي يزورنا في البيت. قفلت معاها وجريت على أمي أبوس إيدها وقلت لها دعواتك يا أمي ليا ربنا استجابها. وفعلا حددنا ميعاد للزيارة، وجه أحمد وأمه وأخواته البنات، وطلعت أنا أسلم عليهم. كل حاجة كانت ماشية كويس لحد ما في وسط الكلام لقيت أمه بتسألني انتي عندك كام سنة؟ قلت لها 33 سنة. بصت لي من فوق لتحت وقالت لي انتي أكبر من أحمد بسنتين، يعني ما جبتليش سيرة السن ده قبل كده. رد عليها أحمد مش شايف إن كام سنة هيكونوا عقبة تقف قدامنا؟ وقعدت تسألني كتير انت محدش اتقدملك قبل كده، وحاجات كتير ضايقتني بعد ما كنت طايرة من الفرح. الهم والحزن سيطروا عليا. بس بابا ما كانش عاجبه كلامها وقال لها ليه ما سألتش ابنك وصاحبتها على كل حاجة قبل ما تيجوا؟ بس أحمد كان متمسك بيا وحاول يغطي على كلام مامته اللي كان عامل زي السكاكين بتتغرس في جسمي. واتفقوا على كل حاجة، بس المشكلة بقى إن الشقة اللي هتجوز فيها فوق حماتي، وبصراحة كده كنت هلغي الجوازة. بس قعدت مع نفسي وفكرت كتير. أحمد أول حد يتقدم لي، وأنا مرتاحة له جدا، وخايفة أرفض بسبب مامته محدش يتقدم لي تاني، وأنا سني كبر وفرصتي بتقل. المهم حددنا ميعاد الفرح، وبقيت أعدل مامته حاجات كتير قوي، وأقول بكرة لما اتجوز ابنها ونكون جنب بعض هحاول أحببها فيا بأي طريقة. وجه يوم الفرح وكلنا كنا فرحانين، واليوم عدى بخير. والأهم من كل ده إني شفت في عيون ماما وبابا فرحتهم بيا. وجه اليوم اللي كانوا بيستنوه، وطلعنا شقتنا، وكان أحمد في قمة السعادة، أنا كمان. وفجأة لقينا جرس الباب بيرن، وبكل استغراب سألت أحمد مين اللي هيجيلنا دلوقتي؟ وراح فتح أحمد ولقيت حماتي في وشي بتطلب مني طلب غريب جدا. لقيتها وبكل جراءة بتطلب مني إن دخلتي تكون بلدي. ولقيتها مدخلة عليا في الأوضة ست شكلها غريب قوي، وبتقولي هي عارفة هتعمل ايه بس لازم اطمن، وخصوصا ان سنك كبير وابني استعجل على الجوازة دي. انا ما حسيتش بنفسي غير وانا بصرخ في وشها وبقول لها اطلعي بره وخدي الست دي معاكي، انت عايشة في ايام الجاهلية، ازاي بتطلبي مني حاجة زي دي؟ راح احمد اخدني في حضنه ومسح دموعي ورفض اللي امه طلبته مني. فزعلت منه وقالت له هي لحقت تعصيك على امك؟ انا لو نزلت من عندك من غير ما اعمل اللي انا عاوزاه هكون غضبانة عليك قبل منها. رد عليها وقال لها انا لا يمكن اهين مراتي، وليه ما مشيتيش الكلام ده على اخواتي البنات؟ ما هم اتجوزوا قبلها، اعتبريها زي بناتك. اخدت بعضها هي والست اللي معاها ووشها عليه غضب ربنا ونزلت على شقتها. وطبعا انا قضيت اليوم اللي اي بنت بتستناه بدموعي وحزني، مع ان جوزي الله يبارك له دافع عني وكان طول الليل بيحاول يخفف عني الحزن والقهر اللي جوايا. وطبعا هي قطعتنا في اول جوازنا، بس احمد اخدني عندها عشان نصفي النفوس ونفتح صفحة جديدة مع بعض. وانا قلت هنسى اي حاجة حصلت، ده كفاية جوزي وحنيته عليا. وفعلا اتصفينا وحسيت بارتياح، لاني ما بحبش اعمل عداوة مع حد، وخصوصا ان دي حماتي. ما عداش كام اسبوع ولقيتها بتسألني انت ليه ما حملتيش؟ ده بناتي من اول اسبوع جواز بيكونوا حوامل. رديت عليها وقلت لها دي حاجة بتاعت ربنا واحنا لسه متجوزين. بقت كل ما انزل لها تسمعني كلام زي السن، وتقول لي انا خايفة يكون سنك سبب تأخر الحمل.
أنا عايزة ابني يكون عنده أطفال يشيلوا اسم أبوهم، وخصوصا إنه الولد الوحيد على البنات، ولما يجوا بناتها بولادهم أنا اللي أفضل أخدم فيهم هم وولادهم. وكنت بعمل وأنا ساكتة بس عشان ترضى عني، ويا ريت كان بيعجبها. وفي يوم كانت بنتها الكبيرة وجوزها وحماتها معزومين عندنا، وأنا طبعا كالعادة شايلة كل حاجة لوحدي. حمات بنتها لاحظت إن كل حاجة أنا اللي بعملها ومحدش بيساعدني خالص، وقالت لي اقعدي ارتاحي يا بنتي شوية، من ساعة ما دخلنا وانتي ما قعدتيش. وقبل ما ارد عليها ردت حماتي وقالت لها دي شكلها أرض بور، لو كانت حامل كنا احنا اللي زماننا بنخدمها. أنا من كتر كسفتي قدام الناس ما قدرتش أحبس دموعي، وأخدت بعضي وطلعت على شقتي وقلت أنا لازم أكشف. كنت بدعي ربنا إن ما يكونش عندي سبب يمنع الخلفة، ورحت فعلا والدكتور طمني وقال لي إن أقدر أخلف، ما عنديش موانع الحمد لله، وطلب مني يكشف على جوزي. ورجعت بيتي فرحانة وما قلتش لحد، بس استنيت أحمد لما رجع من شغله وقلت له، وكان متفاهم جدا ووافق إنه يكشف، ورحنا للدكتور. وطلع أحمد عنده شوية مشاكل ولازم ياخد علاج، واتفقت معاه إننا ما نقولش لحد. وكنت بستحمل كلام مامته ومعاملتها الوحشة، وما كنتش حابة أقول لها إن التأخير مش بسببي أنا، بس عشان جوزي نفسيته ما تتعبش، وجيت على نفسي وأحمد يستاهل إن استحمل مامته عشانه. ورحنا تاني للدكتور وقال لنا مفيش حل غير الحقن عشان نقدر نخلف، واتفقنا مع الدكتور وحددنا ميعاد العملية. وهنا بقى مامته زادت في معاملتها الوحشة أكتر وأكتر، وكل شوية تدخل سني في أي موضوع لحد ما عملت لي حالة نفسية. وعملت العملية والحمد لله نجحت، بس طول فترة حملي كنت بموت من التعب، ورحت قعدت عند ماما لحد ميعاد الولادة، لأن الدكتور كان طالب مني أكون مرتاحة نفسيا، ومع حماتي كان هيبقى مستحيل. وجه يوم ولادتي وكلهم كانوا متجمعين حواليا، وأول ما فقت من البنج لقيت أمي بتحمد ربنا وبتقولي ربنا رزقك بأحلى بنتين. أنا الصراحة فرحت قوي، لأن كان نفسي قوي يكون ليا اخوات بنات بدل ما كنت وحيدة. وببص على حماتي لقيت وشها زعلان وحزين لأنهم بنات، وسابتني ومشيت، حتى ما شالتش البنات. وروحت على بيتي وبناتي في حضني، وجوزي كان فرحان بيهم الحمد لله، وسابت موضوع سني واني ما كنتش بخلف، وطلعت لي الموضوع دول بنات، وهي كان نفسها في الولد عشان يشيل اسم ابنها. ومن كتر المعاملة الوحشة فكرت ان احمل تاني، مع ان الدكتور حرج عليا الحمل تاني لضعف صحتي، بس حملت وما سمعتش كلام الدكتور واتبهدلت وشفت الموت بعيني. وجه ميعاد ولادتي لتاني مرة، وولدت الولد اللي كانت هتموت عليه حماتي، والفرحة ما كانتش سايعاها، وبدأت معاملتها تتحسن معايا. وفي يوم تعب ابني وجريت بينا وحماتي على الدكتور، واحنا راجعين من عند الدكتور اتحولت حماتي ورجعت لمعاملتها الوحشة، ويمكن بقت اوحش كمان، لان الدكتور قال لنا ان الولد عنده كهرباء زيادة ولازم الاهتمام بيه طول الوقت، وكمان الاهتمام بعلاجه طبعا. انا اول ما سمعت قلبي وجعني وعيطت وزعلت قوي، ولقيت حماتي بتقولي وكمان جايبالنا الواد عبيط كله منك. عيطت واخدت ابني في حضني وقلت لها انا ذنبي ايه، ده مش بايدي. ردت عليا انا اعرف ان اللي بيخلفوا على كبر بيجيبوا عيال متخلفه. وجعني قوي كلامها لدرجه ان حسيت اني فعلا انا السبب، وكنت باخد ولادي في حضني وافضل اعيط من اللي بتعمله فيا. حولت حياتي الجحيم بمعنى الكلمه، ويا ريتها سكتت على كده. دي فضلت ورا جوزي عشان يتجوز عليه، هو في الاول كان رافض، بس هي سيطرت عليه وراحت خطبت له واحده من بلدهم اصغر واحلى مني، وانا كنت بموت فعليا، لأن أحمد هو اللي كان بيصبرني على معاملة أمه القاسية ليا، وبدأ يتعلق بالعروسة اللي جايبها له أمه وينساني أنا والعيال. ما قدرتش أستحمل الحياة في البيت اللي بقى بالنسبة لي أكبر كابوس. أخدت ولادي ورحت عند بابا واستنيته يجي ياخدنا أو حتى يسأل علينا هو وأمه، بس ما حصلش. وبابا اتصل بيه وطلب منه يجي، وأما جه قال لنا أنا هتجوز خلاص وشوفوا انتوا عايزين إيه. أنا الصراحة كرامتي وجعتني قوي، وطلبت منه يطلقني، وهو رحب جدا وما ترددش. أمه سيطرت عليه بالفعل، واتفق إنه هيبعت فلوس كل أول شهر، وطبعا ما بعتش، وعلاج ابني غالي ومصاريف البنات من أكل وشرب وكل حاجة، وبابا وماما على قد حالهم. فحبيت أرجع تاني لشغلي، بس للأسف ما نفعش، ابني لسه صغير ورضيع، ما كنتش أقدر أسيبه مع ماما، كفاية عليها البنتين. وسمعت إن الأستاذ اتجوز وكان عامل فرح كبير، ودخل في الشقة اللي اتجوزنا فيها. أنا كنت هموت قهر. أخدت العيال في يوم ورحت لحماتي وحكيت لها إني مش قادرة أصرف عليهم وظروفي صعبة. ردت عليا وقالت لي أنا ما حبيتكيش من ساعة ما شفتك، والعيال اللي ابني جابهم منك اعتبريه عمل فيكي خير وخلاكي أم، بدل ما كنتي تعنسي وما تعرفيش يعني إيه أمومة، المفروض تشكرينا. وطردتني من بيتها بدون رحمة، وطلبت مني ما ادخلش البيت تاني، لأن مرات ابنها الجديدة حامل وهو بيبتدي حياة جديدة ومش هيقدر يصرف علينا. رجعت تاني لبيت أهلي وما كانش عندي غير دموعي ودعاء لربنا، وعدت عليا أصعب ظروف مريت بيها في حياتي، وسبت أحمد ومامته لربنا. وبابا طلع على المعاش، وبالمكافأة فتح لي مشروع صغير أقدر أساعد بيه نفسي أنا وولادي.
وفتحت حضانة والحمد لله الناس حبتني وربنا وقف معايا ومشروعي نجح، وما كنتش بفكر في أي حاجة غير مستقبل بناتي وابني التعبان. ومرت السنين من غير ما حد يسأل علينا، وكبروا البنات وما كانوا يسألوني عن أبوهم كنت بقول مسافر، وعلمتهم الأخلاق، وبابا وماما ساعدوني في تربيتهم، والحمد لله الناس كانت بتحلف بتربيتهم وأخلاقهم. وابني ربنا شفاه بعد مشوار طويل مع العلاج والجلسات وبقى إنسان طبيعي. كل ما أشوفهم بيكبروا قدامي كنت بحس بطعم للحياة وإن ربنا فعلا عوضني بيهم. وفي يوم جات لي واحدة وقالت لي في ست كبيرة عايزاكي ضروري. أنا طبعا سألتها هي مين، كانت رافضة في الأول تقول، بس أنا أصريت إن أعرف وقالت لي أم أحمد حماتي. أنا طبعا رفضت أروح وقلت لها أنا نسيتهم وخرجتهم من حياتي من زمان. قعدت تلح عليا كتير وتستحلفني إني لازم أروح لها لأنها عايزة تشوفني ضروري. رحت بالفعل مع الست دي ودخلت البيت اللي اتطردت منه من زمان بكسرة قلب وبدون رحمة منهم، ودخلت شقة حماتي لقيتها نايمة في السرير بتاعها وبناتها حواليها. وأول ما شافوني أخدوني بالحضن وفضلوا يعيطوا يقولوا لي سامحينا وسامحي أمنا، إحنا كلنا افترينا عليكي وظلمناكي. أمنا بتجيلها غيبوبة كل شوية، وأما تفوق منها تفضل تصرخ وتقول هاتولي ندى خلوها تسامحني أنا بتعذب، هاتولي ندى خلوها تسامحني. أمنا بتتعذب بسبب إنها ظلمتك زمان. ولقيت حماتي فاقت وبتصرخ وبتنادي عليا، رحت قعدت جنبها ولقيتها بخوف ولهفة ودموعها مالية عينيها بتطلب مني أسامحها، وانا بصراحة منظرها قطع قلبي. وفي لحظة نسيت كل حاجة وحشة عملتها معايا ولقيتني باخدها في حضني وبقول لها سامحتك لوجه الله. لقيتها بصت لي بارتياح ودخلت في غيبوبة تاني. خرجت بره ومعايا بناتها والست اللي جت اخدتني عندها وسألتهم هو في ايه اللي حصل لها. ردت عليا الست وقالت لي انا بقى مرات احمد اللي اتجوزها عليكي من زمان. قلت لها انا معرفتكيش لاني اول مرة اشوفك. حكت لي وقالت لي انا حملت على طول وحماتي كانت طايرة بيه وولدت ابني وكلهم كانوا فرحانين بيه وكان متدلع من الكل، مفيش حاجة بيطلبها ما بتجيلهوش، بس الدلع ده كان بداية فشل ابني. اتعرف على أصحاب السوق وفشل في تعليمه ومحدش كان بيقوله انت بتعمل ايه، لحد ما بدأ يدخل في طريق الإدمان. وحاول أحمد يرجعه من الطريق اللي ماشي فيه بس بعد فوات الأوان، وكان بيسرقنا وأبوه بقى يستعمل معاه الشدة. ابتدى يكرهنا. وفي يوم سمعنا حماتي بتصرخ، نزلنا جري لقيتها واقعة على الأرض وبتقول إن ابني سرقها وزقها على الأرض وجرى، والفلوس اللي سرقها منها كانت تحويشة عمرها وكان نفسها تطلع تحج بيهم. وقعد فترة غايب عن البيت ورجع مرة تانية وكان أحمد غضبان منه واتخانقوا سوا، وفجأة لقيت ابني جرى على المطبخ وأخد سكينة وقتل بيها أبوه. ومن ساعتها حماتي تعبانة وبتموت وابني دخل السجن وللأسف خسرته هو وأبوه. وأنا ما كنتش أعرف اللي حصل معاكي زمان، بس لما حماتي كانت بتردد اسمك وعايزاكي تسامحيها سألت وعرفت من بناتها كل حاجة حصلت لك، وعرفت إن اللي حصل كان عقاب من ربنا عشان ظلموكي، وأصريت إن أروح أجيبك بنفسي وأقولك سامحينا كلنا، ممكن لو سامحتينا ربنا يخفف عنا العذاب اللي احنا فيه. ومشيت أنا وطول الطريق بعيط على اللي حصل معاهم وبطلب من ربنا إنه يسامحهم. وقبل ما أوصل للبيت لقيت موبايلي بيرن وبيقولولي إن حماتي ماتت، وزي ما يكون كانت مستنيانا سامحها الأول. سبحانك يا ربي، دايما بينتصر المظلوم ولو بعد حين، الظلم آخرته وحشة، إياكم والظلم.